صوت المزيكا بيعلى في القاعة والأنوار منورة بكل الألوان. العروسة قاعدة على الكوشة في فستانها الأبيض اللي بيبرق من كتر الكريستالات، والكل مبسوط وبيضحك. فايزة اللي كانت بتتكلم بصوت عالي وهي بتشاور للناس: يلا يا جماعة، يلا زغروطة حلوة، ده يوم ما يتعوضش، ربنا يتمم بخير، ده فرح ضنايا ونور عيني. واحدة من المعازيم حمست لجارتها وهي بتضحك: شوف ام العريس عاملة ازاي، كأنها هي العروسة مش مرات ابنها، فرحانة فرحة خروف العيد، حقها أخيرا عرفت تجوزه وتلمه بدل ما كان كل شوية يجيلها بمصيبة وفضيحة شكل. العريس اللي كان قاعد مبتسم، العلقة ظاهرة على جبينه من كتر السلامات والناس اللي بتصور معاه. دلوقتي هنستقبل العريس والعروسة على الرقصة الأولى. القاعة كلها بتسقف والزغاريد بتعلى، وفجأة باب القاعة بيتفتح، بتدخل بنت تخينة لابسة بنطلون مقطوع وتيشيرت واسع وشعرها مربوط كحكة ووشها باين عليه التحدي، وفي ايديها ماسكة طفلة صغيرة لابسة فستان عروسة أبيض قصير. القاعة بتسكت فجأة. واحدة من الضيوف كانت مستغربة وكانت بتبص حواليها: هي مين دي؟ شكلها مش مننا، وين اللي لابسه ده؟ ومن البنت الصغيرة اللي ماسكاها؟ ومنها داخلة وفي عينيها شر كده ليه؟ واحدة تانية اتكلمت بصوت واطي: اللي جابها بالشكل ده في فرح راقي كده؟ يا ترى عبد المعازيم يعني ولا ايه؟ ولا أهل العروسة والعريس مش مكسوفة من نفسها وهي جاية وداخلة بالفرح باللي هي لابسه ده؟ صباح أم العروسة وشها اتغير: ايه قلة الأدب دي؟ حد يوقفهم قبل ما يبوظوا الفرح ويطلعهم بره، ناس بيئة وصحيح وشراشيح. الطفلة بتمسك ايد البنت بقوة وعينيها الصغيرة مليانة بالقلق وهي بتبص ناحية الكوشة. العريس أول ما شافهم وشه اتغير، اتجمد مكانه كأنه شاف شبح. مريم بصت بابتسامة مرتبكة وهي بتبص لعريسها: مالك؟ ومين دول؟ حاول انت تعرفهم؟ حاول في ايه؟ ليه التوتر ده كله؟ رد عليا، انت تعرفهم وتعرف الاشكال دي منين؟ لا، يمكن دخلوا غلط، انا ما اعرفهمش. دي معقول برضو يا حبيبتي اكون اعرف ناس بالشكل ده؟ البنت الغريبة وقفت في نص القاعة، رفعت صوتها: لا، ما دخلناش بالغلط، احنا جايين نقول كلمة حق ولازم الكل يسمعنا ويعرف الحقيقة. وفجأة سابت ايد مامتها وصرخت بصوت بريء هز القاعة كله: ماما، هو فين بابا؟ مش قلتي هنشوفه هنا واحنا جايين نقابله؟ هو ده صح؟ القاعة كلها اتجمدت. العين بصت ناحية العريس والعروسة اللي وقفت من الكوشة مرعوبة. فايزة بصوت عالي وهي بتحاول تسيطر: لا والله، وانتي بقى مين اللي قال ده ابوكي؟ ده قلة أدب، خرجوهم بره، ناس قليلة الرباية، تيجي ترموا بالكوا على الناس، جاتكوا القرف. محدش هيخرجنا، الليلة دي مش هتكمل زي ما انتم متخيلين. أنا جاية النهاردة يا قاتل يا مقتول، مش هطلع من هنا غير لما الحقيقة تبان وحقي يرجع. المزيكا وقفت والزغاريت اختفت، القاعة كلها اتلبشت. الستات ماسكين نفسهم من الصدمة والرجالة واقفين مش فاهمين اللي بيحصل. واحدة من المعازيم اتكلمت بصوت واطي لصاحبتها: يا لهوي، سمعت البت الصغيرة دي بتقول بابا للعريس؟ دي مصيبة، يا نهار فضايح. صاحبتها وهي بتحط ايديها على خدها اتكلمت: يا ست استني بس، هنشوف اخرتها ايه. ده فضيحة على وش الفرح. انا من الاول الواد حاتم ده مش نازل لي منظور وباين عليه فلاتي وبتاع بنات. العريس ساعتها وشه بيض زي الورق. العروسة قربت منه وسألته بصوت متقطع: حاتم، ايه الكلام ده؟ البنت بتقول لك بابا، هو انت تعرفها؟ حاتم، رد عليا، البنت دي كدابة صح؟ وانت ما تعرفهاش مش كده؟ لا، دي بتقول كده من نفسها، يمكن متلخبطة وحد يصدق كلام عيل صغيرة برضو. انا ما اعرفش دول مين ولا عايزين مني ايه. ادي حبيبتي وخليكي واثقة فيا. نعم، متلخبطة؟
انت عارف كويس قوي هي بنت مين، واحنا نبقى مين وعايزين ايه؟ انت ايه يا اخي؟ النفاق والغدر بيجروا في دمك. القدرة العجيبة دي اللي عندك من الكذب، بتكذب انك ما تعرفناش، وبتكذب على عروستك. وقال ايه؟ ثقوا فيا، والله ضحكتني. فايزة اللي قامت بسرعة وهي بتحاول تهدي الوضع. يا جماعة، دي واحدة غريبة، أكيد جاية تتسول وتدور على فلوس، حد يخرجهم حالا، وكفاياكوا بقى رمي جتت، وكفاياكوا ترموا بالكوا على الناس المحترمة. روحي شوفي انت جايبة البنت منين. يلا، انت عايزة تلبسها في ابني وينفرحوا كمان. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخة. الله يا رب تنكسر فرحتك وتعيشي مهمومة زي ما كسرت فرحتنا فيهم فرح ابني. الطفلة تعلقت في العريس قدام الناس. بابا، قول لهم ليه سايبهم يشتموا ماما ويزعقوا لها كده؟ قول لهم ان دي ماما وانت بابا، وهي دي تيتا. دي شكلها يخوف قوي، انا خايفة منها يا بابا. مريم العروسة اللي صرخت وهي بتبعد الطفلة. ابعدي عنه. حد يبعد البنت دي من هنا، ده مش ابوكي. روحي شوف ابوكي فين، في اي حتة غير هنا. انت يا ست انتي، تعالي خدي البنت دي واطلعي بره احسن، هنادي عليك الامن عشان يجوا يرموكي زي الكلاب. المعازيم اللي بدأوا يتكلموا. يا لهوي، دي شكلها فعلا بنته. هو كان متجوز قبل كده ولا دي من علاقة في السر؟ يا نهار أبيض على الفضايح والجرس. حاتم حاول يسيطر على الموقف. اسمع يا منى، المكان ده مش مناسب للكلام، هنتفهم بره. بره؟ لا يا حبيبي، الكلام هيكون قدام الكل. الناس دي لازم تعرف إنك مش زي ما انت مبين نهائي. الحقيقة كلها تنكشف قدامهم والحق يرجع لأصحابه. مريم دموعها نزلت وهي بتبش في وش حاتم. منى، وتتفهموا بره. مين دي؟ انت طلعت بجد تعرفها؟ لا قول، لو عندك كلمة قولها دلوقتي وقدامي، انا عايز افهم واعرف كل حاجة. حاتم ساعتها اللي اتلخبط وسكت. فايزة اللي حاولت تنقذ الموقف. يا بنتي، ما تصدقيش كلام اي حد غريب، دي واحدة قليلة الاصل، ولسه ياما هتشوفي من الناس دي كتير. خليك جامدة وواثقة في جوزك واسمعي كلامه، ما تخليش حد يجي يخرب عليك عيشتك. انا قليلة الاصل؟ انا اللي قليلة الاصل ولا اللي سابني حامل في بيته وهرب؟ يا شيخة حرام عليكي، ده انا بنت ومن دور ولادك، ليه تعملي فيا كده؟ وكمان عايزة تضحكي على بنت تانية؟ تجنسي ملتكم ايه؟ بنات الناس وشرفهم لعبة في ايديكم. صوت صدمة دمعية في القاعة. يا ساتر، اللي بتقوله ده؟ يا نهار ابيض، ده البنت طلعت بنته. مريم وقعت على الكرسي وهي منهارة. يعني الكلام ده صح؟ انت خنتني؟ طلع عندك بنت ومتجوز غيري؟ الطفلة ساعتها اللي اتكلمت ببراءة. ماما كانت بتقولي انك هتتجوز ماما يوم من الايام، بس ليه سبتنا؟ ماما بتقعد تعيط كتير يا بابا، في ناس شريرة بتيجي تزعق وتخوفنا، وانا ماما لوحدينا وبنعيط. كانت بتقول انك هتيجي وتسكتهم وتحمينا منهم. العريس اللي مسك راسه وحاول يهرب بالكلام. كفاية كفاية ريان، اسكتي. المعازيم ساعتها اللي بدأوا يزعقوا. ليان؟ هو يعرف اسمها؟ خلاص كده الموضوع واضح، ده يعرف البنت وامها، يعني الحوار بجد. حاتم فعلا ليه علاقة بيهم، ودي بتكون بنته. يا نهار منيل بست النيلة يا عيال. ابو العروسة ساعتها اللي قام وقف وهو بيزعق. ايه العرض ده؟ دليل فرح بنتي ولا فضيحة؟ وانت يا حاتم حسابك معايا عسير، جاي تعمل فضيحة يوم فرح بنتي وتفرج علينا الخلق. منى ساعتها اللي رفعت راسها اكتر ورفعت صوتها. العار انكم بتتجملوا قدام الناس وتخبوا الحقيقة، بس النهاردة كل حاجة انكشفت. انا مش هسكت، واللي يحصل يحصل، مش هخسر قد اللي خسرته. القاعة كلها ولعت والأصوات فجأة عليت. الستات ماسكين الموبايلات بيصوروا، والرجالة بيحاولوا يسيطروا على الفوضى. مريم وهي واقفة بترتعش. انت متجوز قبل كده ولا دي بنت حرام؟ قول قدام الكل وانطق، ايه الحكاية؟ ودلوقتي ومن غير ولا حرف كذب اتكلم. حاتم ساعتها وشه احمر وفضل يصرخ.
اسكتي يا مريم، الموضوع أكبر من كده، ممكن تهدي بقى عشان أعرف أتصرف. محمد أبو العروسة زعق وهو بيخبط على الترابيزة قدامه. هو لسه في أكبر من كده، ده اسمه خداع. إزاي تخطب بنتي وأنت عندك بنت في السر؟ ولسه في أكتر كمان، الله أعلم إيه هو. مش بس بنت، ده لحمه ودمه، مهما حاول يتهرب مش هيعرف ينكر. طول ما عمرها بيزيد هتفضل تطرده وتقول الناس كلها عن عمايله. مش بنتك بس اللي راحت ضحية لواحد أناني وسخ زيه، في بنات كتير خدعهم وضحك عليهم وفي الآخر رماهم في الشارع ولا كأنهم زبالة بيرميها ويخلص منهم. فايزة ساعتها اللي اتكلمت وهي بتحاول تلم الواضح. انتوا مالكم انفعلتوا كده ليه؟ دي واحدة مجنونة، يلا يا ناس خرجوها بره، بتقول أي حاجة وأي كلام عشان تنصب وتاخد قرشين. أشكال وسخة وعديمة الضمير، بتجري بشرفك وبنت صغيرة. المعازيم ساعتها اتكلموا. لا مش مجنونة، ده شكلها صح، شوف العريس وقف وسكت ازاي، ده باين عليه مذنب، وبعدين ده عارفها وعارف البيت، يبقى ازاي ده كله كذب؟ بابا حولي، مش بتقول ان انا بنتك؟ هو انت زعلان مني؟ طب خلاص مش هعمل حاجة تزعلك تاني، بس قول انك بابا عشان انا خايفة منهم. بنتك؟ يعني الكلام ده كله صح؟ وبتقولي ايه دي الجبروت والجحود اللي انت فيه ده؟ حاتم ساعتها مسك راسه وحاول يهرب بالكلام. يا مريم اسمعيني الأول، الموضوع قديم وكنت صغير ومتهور. من لما عرفتك وأنا مخلص ليكي وبعدت عن كل ده، والله صدقيني أنا بحبك. تهور إيه؟ دي جريمة، تضيع سمعة بنت وتدخلنا في فضيحة وتقول صغير ومتهور، ولما كبرت وعقلت ما صلحتش غلطتك ليه؟ طبعا لما يغلط معانا يبقى تهور، لكن لما يجي يتجوز منكم يبقى ابن أصول. كلنا بنات وكلنا عندنا شرف وسمعة محترم منك ليه. فايزة ما استحملتش الكلام وصرخت ساعتها، اخرسي انت وبنتك، محدش هيصدقكوا، احنا ناس محترمين. انتوا مين؟ انتوا ناس جايين من الشارع وهترجع الشارع تاني، لان ده مكانكم ومقامكم. منى وقفت في نص القاعة عينيها مليانة بالدموع والغضب. محترمين؟ فين الاحترام لما ابنك سابني وانا حامل واهلك كانوا عارفين وسكتوا؟ ترضيها على بنت من بناتك؟ انتوا مش محترمين، انتوا ناس ضلالية وما ترضيش ربنا. المعازيم كلها شعقوا، يعني اهله كانوا عارفين؟ دي فضيحة بجلاجل، عشان كده الواد عياره فالت وبيعمل اللي هو عايزه، ما هو ملقاش اللي يلمه ولا يوقفه عند حده. حاتم ساعتها حاول يقرب من منى وهو بيهمس، كفاية بقى، ما تفضحناش اكتر من كده، اطلعي بره وروحي وانا هجيلك ونتفاهم ونحلها. انت كده بتكبريها يا منى، مش هتخرب غير على دماغك انت. اسمعي الكلام وامشي وانا هشوف لها حل. منى ساعتها اللي زقت ايده بعيد، لا لازم الكل يعرف، انت مش هتتجوز وتضحك على بنات الناس زي ما ضحكت عليا، ولا انا بقيت هبله وصدقتك زي الاول وامشي يا حاتم. الموضوع عايز تحله يبقى تحله هنا وقدام الكل. مريم وقفت وهي منهارة ودموعها مغرقة وشها. كنت بصدقك، كنت شايفاك راجل نظيف، ازاي تعمل فيا كده؟ انت ازاي طلعت ندل وحقير كده وعرفت تخدعني وتضحك عليا؟ هو انت هتبقي ماما الجديدة؟ شكلك حلو قوي بالفستان، شوفي انا كمان لابسة فستان زيك. مريم ساعتها اللي شاقت وبصت للطفلة بصدمة وقلبها وقع من مكانه. اما محمد اللي مسك ايد بنته، يلا يا مريم، مفيش جواز بعد الفضيحة دي، مش هخليك على ذمة الراجل ده ولا هتكون هنا لحظة كمان. ما شرفنيش، ما شرفنيش ابدا وجودنا مع الناس دي، والحمد لله حقيقتهم بانت قبل ما نكتب الكتاب. حاتم ساعتها اللي اتلخبط وجري وراهم، لا استنوا، اسمعوني الاول، انا غلطت بس كنت ناوي اصلح، والله اتغيرت من ساعة ما عرفت مريم وحبيتها. استنوا هعمل لك اللي انت عايزاه، بس ما تسيبينيش يا مريم. تصلح ايه؟ سنين وانا بتعذب وانت عايش حياتك، ويجي دلوقتي تقول اصلح؟ واتغيرت؟ والله ضحكتني، وانت بقى نسيتنا مش كده؟
لما انت اتغيرت اصل ما بقيناش نشرف ولا نليق بالباشا، فلازم يتجوز واحدة تانية. مش مهم اللي انت رميتهم في الشارع، صح؟ مش كده؟ بعدين حبيت ايه؟ حاولت عندك قلب اصلا عشان تحب بيه؟ انت ما عندكش غير قسوة وجحود، مفيش في قلبك اصلا اي رحمة ولا اي حب. فاذا ساعتها اللي حاولت تغطي على الفضيحة، يلا يا جماعة مفيش حاجة حصلت، خلونا نفرح ونكمل اللي ليلة العمر، ما تخلقهاش تبوظ علينا عشان ناس حقودة وغلوية كلها همهم تبوظ فرحة الناس. المعازيم انفجروا ضحك وسخرية. فرح؟ ازاي بعد اللي سمعناه؟ ده فرح ولا محكمة؟ هو انت لسه عندك امل ولا انت تتكلمي وتقولي فرح بعد اللي حصل؟ تصدقي بالله البت دي عندها حق لما قالت عليكوا عيلة ضلالية. مريم فضلت تبص في وش حاتم وبعدين اتكلمت بصوت مكسور. انا خلاص مش هكمل، ما يشرفنيش اتجوز من حد زيك ولا امن على نفسي مع لحظة. اللي يرمي بنته لحمه ودمه في الشارع وما يسألش عليها ملهوش امان يا استاذ حاسم. القاعة كلها ساكتة الا من شهقات العروسة وعيون المعازيم اللي بتاكل العريس واهله اكل. حاتم بصوت متلخبط وبيحاول يقرب من مريم. اسمعيني يا مريم، والله الموضوع. مريم ساعتها قطعته وهي بتبعد ايده. ما تقربش مني، انت كداب، ضحكت عليا وعلى اهلي، اوعى لسانك ينطق باسمي تاني ولا تلمسني. انت سامح؟ انت بني ادم مفيش احقر منه. انت واهلك ضحكتوا علينا، كتمتوا سر زي ده ليه؟ جاي دلوقتي تفهمنا وتشرح لينا بعد ايه؟ ها؟ بعد ايه؟ فايزة حاولت تمسك نفسها بس تعالي اتكلمت. ما تستهدى بالله كده يا حاج، وانت يا بنتي ما تصلي على النبي، احنا ما كناش عايزين نبوظ حياة الولد، قلنا اللي حصل حصل خلاص وعدى وانتهى، وت الشباب وغلطة وهو اتعلم منها وحبك واختارك يا بنتي وعمل لك فرح وهيتجوزك ويهنيكي. ما تشمتش فينا وفيك انت كمان، ده غيرانة عشان اختارك وفضلك عليها. كملي الليلة يا حبيبتي، ما تعمليش اللي هي عايزاه، الواد بيحبك وهيشيلك في عينه. منى اللي كانت بتضحك بس عيونها بتنزل. عدى يعني سنين من القهر والوحدة والفضايح وفي الآخر تقولي عدت كده ببساطة؟ وغيرة ايه وحقد ايه؟ بس الأول قبلك ما يبدأ صفحة جديدة كان قفل القديمة، مش يسيبني كده متعلقة وفي الشارع ويكمل حياته ويتجوز ولا كأنه عمل حاجة. انتوا في ايه في دماغكم؟ هتروحوا من ربنا فين بس؟ المعازيم بدأوا يتكلموا. يعني الأم كانت عارفة؟ يا نهار أبيض، ده كلهم بيداروا على حاتم. والله يا حرام، ذنبها ايه بس البنت وبنتها؟ عم العريس ساعتها قام وقف وهو متردد. يا جماعة أنا سمعت الموضوع زمان بس ما كنتش متأكد فعلا الولد كان ليه علاقة بيها، وأنا ياما نصحته وحاولت معاه بس رفض، والست والدته درت على الموضوع وطلعته منه، ودي شهادة حق وكلنا يعني عندنا ولاية وربنا يسترها على ولايانا. حاتم ساعتها اللي اتكلم وهو بيصرخ. خليك ساكت، مش وقته تفضحنا أكتر، هي جنازة وعايزين تصبع فيها لطم، اللي عنده كلمة ولا حاجة يخليها لنفسه، الحكاية مش ناقصة. محمد ساعتها اللي اتكلم باحتقار. فضحتك ظهرت خلاص، لو كنت راجل كنت قلت من الأول، لكن انت لا عندك دم ولا نخوة ولا شجاعة. كنت بفكر اني هجوزك بنتي واجوز بنت الراجل يعتمد عليه ويصونها، طلعت جبان وما تعرفش حاجة عن الرجولة وكمان ابن امك. مريم اللي اتكلمت بعيون مليانة بالدموع. انا اخترتك علشان لقيت فيك الامان، بس ياما الوشوش بتنخدع وانت اكدت لي واثبتني المظاهر فعلا خداعة واني واحدة مغفلة وعبيطة عشان اصدقك للدرجاتي. ليان وقفت في نص القاعة واتكلمت ببراءة. هو يعني ايه فضيحة؟ كلكم بتقولوها وانا مش عارفاها. القاعة كلها اتجمدت، الناس بصوا البنت الصغيرة بعيون مليانة بالشفقة. منى مسكت بنتها وضمتها. ولا حاجة يا حبيبتي، دي كلمة بيقولوها الناس اللي بيحبوا يفتحوا غيرهم ويعرفوا انهم عملوا حاجة غلط ما يصحش يعملوها. حاتم ساعتها قرب خطوة. منى أرجوكي كفاية كده، مش وقته،
كفاية عملتيه لحد دلوقتي. كنت عايزة تفضحيني وفرحي قدام الخلق وتبوظي فرحتي وعملتيها. عايزة ايه تاني؟ لا، الوقت جه. كنت فاكرني هسكت الأبد؟ لا، النهاردة الناس كلها عرفت حقيقتك. فايزة ساعتها اللي انفجرت في منى. انت اللي جريتي وراه، انت اللي غواتيه. هو كان صغير ومش فاهم. صغير؟ كان راجل كفاني يوقعني في الغلط ويهرب، وانت بدل ما توقفيه سطرت عليه. ابو العروسة ساعتها اللي مسك ايد بنته واتكلم: يلا يا مريم نخرج من هنا، لا انت ولا نقعد دقيقة في القاعة دي. مريم اللي كانت بتبص لحاتم اخر بصة: ربنا يسامحك، بس انا عمري ما هسامح نفسي اني صدقتك. خرجت مريم مع ابوها واهلها، والزغرت اللي كانت من شوية اتبدلت ببكا وشتايم. حاتم وقع على الكرسي واهله حواليه مش عارفين يداروا الفضيحة. منى رفعت راسها واتكلمت: والنهارده اللي كنتوا مستنيينها عشان تبقى فرحة بقت ليلة الحقيقة. القاعة اتقلبت ساحة حرب. الناس واقفة، ناس بتصور وناس بتخرج بهدوء عشان محدش يقول كانوا موجودين وقت الفضيحة. حاتم قاعد منكسر، منى واقفة في نص المسكة بنتها زي أسد بيحمي شبل، وأهله حوالينه تايهين. أحد المعازيم ساعتها اتكلموا بسخر: يا خسارة الفرح اللي باظ، هو ده العريس اللي كانوا بيقولوا عليه ابن ناس. واحد من قرايب العروسة اتكلمت بصوت عالي: هو ده ابن الأصول، يضحك على بنات الناس وعايز يجيبها بالستر. فايزة ساعتها ما استحملتش الكلام: كفاية، احنا عيلة كبيرة ومعروفة، مش هيسمح لحد يلطخ سمعتنا. منى ساعتها اللي ردت بسرعة: سمعتكم اتلطخت من زمان، من يوم ما علمت ابنكم يستخبى وراكم. واحد من امام العريس اتكلم وهو مضطرب: يا منى، الموضوع اتقفل من سنين، انت اللي رجعت تفتحيه من تاني. اتقفل لما كنت بربي بنتي لوحدي والناس بتاكل في لحمي كل يوم، ولا اتقفل لما بنتي تسألني بابا فين وانا مش عارفة ارد عليها. هو بابا مش بيحبني؟ هو اللي بيستخبي مني؟ حاتم ساعتها دفن وشه في ايده. امه اللي حاولت تهون: يا حبيبتي ابوكي بيحبك، بس ظروف. لا، ده جبن. صاحب العريس في الجامعة اللي رفع صوته فجأة: ايوه، بس دي مش اول مرة. انا كنت عارف ان كان بيلعب ببنات كتير وعمري ما صدقته انه يستقيم. حاتم ساعتها اللي قام وقف واتكلم بصوت عالي: اسكت، كفاية، مش هسمح لك تتكلم عني كده. وانا ساعتها اللي بصيت له باحتقار: سيبه يتكلم، يمكن الناس تعرف انك مش بس جرحتيني انا، ده انت جرحت ناس كتير قوي وبنات ناس كتير. خلاص يا ناس، خلوا الموضوع بينا، ما تفضحوناش اكتر. ابو العروسة اللي كان لسه واقف عند الباب رجع ساعتها واتكلم: لا يا مدام، الفضيحة ما بتتلمش، انتوا اللي سكتوا على الغلط ودلوقتي جايين تقولوا ستر. الستر مش بالكذب. لين قربت من العريس وقالت ساعتها وبتبص في عينه: انا كنت عايزه اقول لك بابا قدام الناس، بس انت شكلك مش عايزني. حاتم ساعتها ارتعش، عينه دمعت، بس لسه لسانه عاجز. منى صوت مكسور لكنه قوي: الليلة دي مش بس جوازتك انكسرت، صورتك المزيفة كمان انكسرت. القاعة لسه على صدى كلمة منى والناس بتتوشوش لبعض. الجو اتقلب من الفرح لفضيحة. فايسة ما قدرش تمسك نفسها وصرخت: كفاية قلة أدب، احنا أشرف منكم كلكم. منى ساعتها اللي رد ببرود: الشرف مش بالكلام، الشرف بالفعل. حاتم ساعتها مسك راسه وصوته كان واطي: أنا تعبت خلاص، مش قادر. عم العريس اللي كان ساكت طول الوقت قام ساعتها ووقف: يا جماعة، بما إن كل حاجة انكشفت خلينا أقول كلمة. الكل سكت وبصله، حتى منى رفعت حاجبها: هو مش لوحده، دي مش أول مرة نستر على حاجة زي دي. اسكت، انت هتخربها زيادة. من زمان والعيلة متعودة تداري. تفتكروا ليه أخوه الكبير اختفى فجأة وسافر برا؟ مش كان بيدرس زي ما قلنا؟
لا، تدخل في مصيبة أكبر. حاتم ساعتها اللي بص لعمه بصدمة. انت بتقول ايه؟ اسكت. انت ايه، مش عاجبك الفضيحة اللي احنا فيها جاي تزودها؟ بقول يا حقيقة، كفاية كده، الناس ليها حق تعرف. منى ضحكت، بس ضحكة موجوعة. اهو ده اللي كنت بقوله، انتوا متعودين تدفنوا راسكوا في التراب. ماما، هو عمه كمان وحش زي بابا؟ القاعة اتجمدت تاني. السؤال البريء دبح قلوب الناس. ابو العروسة ساعتها اللي رجح. انا كنت فاكر الموضوع كله غلط فردي من الولد، لكن واضح ان الكذب متأثر فيكو. فايزة وقعت على الكرسي، حاطت ايديها على قلبها. سيبوني، انا مش قادرة اسمع. حاتم ساعتها اللي انفجر في عمه. اللي بتفضحنا دلوقتي ليه؟ عشان يمكن تبطلوا تعيشوا في الوهم. يمكن البنت دي وبنتها يكونوا سبب في انكم تواجهوا نفسكم. منى ساعتها اللي بصت حواليها. شايف، كله كان عارف انك مش بريء، بس كانوا ساكتين علشان المظاهر. حاتم بصلها بعينين منكسرة. يمكن عندك حق، يمكن انا اللي كنت بضحك على نفسي، لان ساعتها اللي مسكت ايده بخوف. طب دلوقتي هنقول للناس انك بابا؟ القاعة كلها سكتت منتظرة منه الرد، لكن لسانه انعقد وسكت فجأة. منى اللي هزت راسها واتكلمت. حتى دلوقتي خايف تواجه، لأن ساعتها اللي بتكرر بصوت أبسط. مش هتقول إنك بابا؟ صوتها رن زي خنجر في قلب القاعة. منى اللي حضنت بنتها واتكلمت. خلاص يا حبيبتي، مش لازم يقول، هو اختار يسكت، وسكوته أكبر اعتراف. حاتم اتميل على الكرسي، عرقه نازل، صوته مبحوح. أنا غلطت، بس كنت ناوي أفتح صفحة جديدة. أبو العروسة ساعتها اللي صرخ. صفحة جديدة على جثة بنتي؟ كنت هتدفنوا مضيق الوسخ فيها. حاتم ساعتها اللي بصله برجاء. أرجوك سامحني. أسامحك. أنا أشكرك إنك وريتنا حقيقتك قبل ما تجرنا معاك في المستنقع اللي انت فيه. فايزة ساعتها اللي قامت من مكانها بتنهيدة حزن. كفاية كفاية بقى، احنا خسرنا كل حاجة الليلة دي. العم ساعتها اللي قطعها في الكلام. خسرنا المظاهر، لكن يمكن كسبنا الحقيقة. منى بصوت حوالين القاعة اتكلمت بصوت ثابت. الحقيقة اللي حاولتوا تدفنوها طلعت النهاردة وقدام الكل. واحدة من قرايب العروسة كلمت بسخرية. لا لا بقى، في جوازة ولا في ستر؟ في عيلة اتعرت قدام نفسها قبل ما تتعري قدام الناس. حاتم فجأة قام وقف من مكانه وصوته عالي لكنه مهزوز. أنا مش جبان، دي بنتي. أيوة أيوة بنتي. أنا غلطت لما هربت، غلطت لما ما قلتش الحقيقة، غلطت أكتر لما سبتها تواجه الدنيا من غيري. القاعة شهقت كلها مرة واحدة. منى اتجمدت مكانها. الطفلة وشها نور وهي بتضحك. يعني انت بابا؟ حاتم عيونه دمعت. أيوة أنا بابا. لكن بدل ما الناس يتعاطفوا اتقلب كلهم أكتر. دلوقتي افتكرت تعترف بعد ما خربت حياة العروسة وأهلها. مريم اللي كانت راجعة مع أبوها تاخد حاجتها سبعت الكلمة الأخيرة. وقفت عند الباب والدموع مغرقة عينيها. أنت اعترفت، بس بعد ما قتلت جوايا أي أمل فيك. حاتم ساعتها وقعد ركبته قدامها. مريم سامحيني، مش أنا اللي محتاج إن أسامحك، البنت دي هي اللي اتظلمت. القاعة كلها ولعت، نص الناس بتعيط والنص التاني بيشمت، واللي بيصور واللي بينشر لايف. منى بصت لحاتم واتكلمت. اعترفت أخيرا، بس أعرف إن اعترافك ده كان متأخر ومتأخر قوي، لأن مسكت إيده بابتسامة صغيرة. متأخر بس أنا فرحانة. القاعة خلصت فرتكت. المعازيم بينسحبوا واحد ورا التاني. أصوات الكاميرات والموبايلات أعلى من صوت الموسيقى اللي اتقفلت من بدري. حاتم لسه راكع على الأرض وماسك إيد ليان. منى واقفة وراه بتبصله ببرود.
مريم واقفة عند الباب ملامحها كلها خزلان. أبو العروسة اللي اتكلم بصوت مليان بالقهر: يلا يا مريم، ملناش مكان هنا تاني. مريم اللي مشيت مع أبوها، بس قبل ما تطلع بصت لحاتم. يمكن الناس هتنسى الفرح اللي باظ، بس أنا عمري ما هنسى إني كنت هبقى ضحية لعبة. خرجت وهي بتعيط، القاعة حست بفراغ بعديها، وأنا اللي أخدت نفس عميق. اعترفت قدام الكل، بس تفتكر الاعتراف هيصلح السنين اللي فاتت؟ حاتم اللي اتكلم بعيون منهارة: يمكن ما يتصلحش، بس يمكن يكون بداية. البداية مش معايا أنا، البداية مع بنتك. ينفع تيجي معانا البيت ولا هتمشي من تاني؟ صوتها كان زي السهم. كله سمع وسكت. العم قرب واتكلم: اسمع يا ولد، يمكن الفضيحة دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تصلحك، بس عارف انك خسرت جوازة وخسرت سمعة وخسرت ستر. فاضلك ايه؟ بنتك وبس. القاعة فضت اكتر واكتر، بقت الكوشة شبه الخرابة. منى مسكت بنتها: تعالى بكرة هنشوف هتكون أب فعلا ولا هتختفي زي الأول. لفت ومشت، أما هو اللي كان واقف تايه ما بين صراخات جوا دماغه وقصد بنته اللي لسه بيرن في دانه بكلمة بابا. وتاني يوم الصبح البلد كلها كانت بتتكلم، القهوة مليانة بالحكايات، صفحات الفيس مليانة بالصور والفيديوهات من جوه القاعة، والواتس مش بيسكت. وفي القهوة الشباب قاعدين بيضحكوا. ده حتى البنت الصغيرة كسرت رجولته قدام الكل. أيوة قالت له يا بابا، ما عرفش ينكر ولا عارف يثبت. أما أهل العريس البيت كان مولع، الأم قاعدة بتعيط: ضيعتونا، كل بناه في سنين وقع في ليلة. العم اللي رد بغضب: أنا قلت لكم الدلع هيضيع الولد، أهو دلوقتي فضحنا قدام خلق الله. حاتم قاعد في أوضته مكسور، مسك الموبايل، شايف الفيديوهات بتتسرب، هو بيمد إيده لبنته والقاعة كلها بتشهق. دخل عليه ساعتها عمه: شايف الناس مش هتسكت، بس صدقني يا ولد، يمكن دي فرصتك الوحيدة تبقى راجل بجد. أنا خسرت كل حاجة يا عمي، حتى مريم. مريم مش نهاية الدنيا، واللي قدامك أهم، وهي بنتك. قبة منى البنت قاعدة على حجرها بتضحك وهي ماسكة رسمها يا باباها، وماسكين ايد بعض، ومن قلبها بيتقطع وبتبص للرسمة وبتفتكر في نفسها: يا ترى هيفضل معاها ولا هيسيبها زي زمان؟ الجارة ساعتها دخلت عندهم: انت عملت اللي محدش يقدر يعمله، وقفتيه قدام الناس كلها، بس خدي بالك من النهاردة هتبقى انت وهو حديث البلد. خليهم يتكلموا، انا يهمني بنتي وبس. وبيت العروسة مريم قاعدة قدام المراية لابسة الفستان اللي ما كملش فرحتها، عينيها محمرة من كتر البكا. أبوها ساعتها اللي داخل عليها: يلا يا بنتي بلاش تبص وراكي. أنا مش ببص ورا يا بابا، أنا ببص على نفسي وأقول الحمد لله إني نجيت. حاتم صحي من النوم تاني وهو مش قادر يواجه نفسه في المراية، وشه مرهق وعيونه حمرة وكأنه 20 سنة مروا عليه في ليلة. قرر ينزل. أول ما خرج من باب البيت حس بعيون بتترمى عليه زي السهم. الناس في البلكونات واقفة، اللي بيدخن واللي بيهرج، والعيال الصغيرين بيجروا وراه. الراجل صاحب الدكان اللي كان تحت البيت بصله واتكلم بسخرية: ألف مبروك يا عريس، بس الجوازة المرة دي مش في الكوشة، في المحكمة. قلبه وقع بس كمل مشي، ووصل القهوة لقى عيون الكل بتبصله. قعد على كرسي وطلب الشاي. الولد الجرسون همس لزميله وهو بيضحك: ده اللي كان عامل راجل طلع أب ومستخبي. واحد من المعلمين الكبار في القهوة اتكلم بصوت عالي: الراجل مش بالفلوس ولا الكوشة الكبيرة، الراجل كلمة وانت كلمتك راحت. وفجأة سمع صوت من وراه: سيبوه في حاله. لما التفت لقى منى واقفة ومعاها بنتها. الطفلة ساعتها اللي جريت عليه: بابا. حاتم ساعتها حضن بنته وهو مش عارف يرد. منى اتكلمت بصوت عالي بس ثابت: احنا مش جايين نتهان،
احنا جايين نقول للناس كلها خلاص اللي حصل حصل، وكل حاجة اتكشفت، واللي جاي أهم. واحد من اللي كانوا قاعدين ساعتها اتكلم بحدة: وانت فاكرة الناس هتنسى؟ منى اللي رفعت راسها: مش مهم الناس تنسى، المهم البنت دي ما تدفعش تمن غلطة أبوها مرتين. حاتم ساعتها اللي بص لمنى: يمكن ده أول مرة أحس إنك أقوى مني بجد. مش قوة، دي أمومة. اللحظة دي كانت بداية جديدة، مش غفران كامل، لكن أول خطوة مواجهة مجتمع ما بيرحمش. ولحد هنا بتكون انتهت الحكاية. يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكاية جديدة، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.